عمتي هو محمود هنا ولا اقلع الطرحه واقعد براحتي؟ يا اختي اقلعي واقعدي براحتك، محمود نايم. طيب ماشي، عشان خاطر بس الطرحه كل شويه تتزحلق فقلت اقلعها. يا لا في حد يا عمتي. ايه يا اما في ايه؟ تعالى يا ابني، الشباك اتفتح علينا وفي واحد زي ما يكون بص علينا. شباك؟ انت شفت شكله؟ لا ما شفتش شكله، انا تخيلت بيه واحد واقف. هو ما ينفعش حد يبص علينا من هنا غير المسقط اللي بينا وبين عم انور. طيب ماشي، خليكوا زي ما انتوا. انت يا ناس اللي هنا ما تفتح جدع انت. ايه يا ابني بالراحه، ايه يا محمود في ايه؟ لا انا مش ابن حد، انا ابن ابويا وبس. ولولا انت راجل من سن ابويا انا كنت عملت معاك الغلط. طب ما تفهمني طب يا محمود في ايه يا محمود؟ انت راجل، انت مش كل مبنى السور اللي بيني وبينكم تقول لي هيهد عشان يدخلها نور عند المنور، والمنور ده بيدخل عند شباك الصاله عندنا. وايه المشكله يا ابن الجيران؟ انا عايز اعرف يا عم، ما تخلينيش اقول بقى للجيران بقى الكلام ما يتقالش. انا عايز اعرف مين عندك جوه في البيت. عندي محمد ابن بنتي. هاتولي. ماله محمد؟ يا عم هاتولي لا اخش اكسر الشقه عليكم. طب بالراحه طيب يا محمود في ايه؟ في ايه؟ انت ايه اللي عداك المنور عندنا؟ ما عدلش في حته. ما عدتش في حته؟ اما نزل بس ايدك كده، انا ما عدتش في حته. بالراحه يا محمود. هي هو الواد ده؟ هو الواد ده كان لابس الجاكيت ده. كان لابس الجاكيت ده؟ طب لا روح ما يا عدلش في حته انا. روح عفوا يا عيالكم ما عدلش يا جد والله. طب خلاص يا اما طب روح. في ايه؟ في ايه يا ام محمود؟ ينفع امي وبنت خالتي يكونوا قاعدين في الصاله ويفتح علينا شباك الصاله ويبص علينا؟ انت عملت كده يا محمد؟ لا والله جد ما عديت. بقول لك ايه يا عم انور، طبعا ده انا يا ابني الصوره هيتبني ومفيش نور هيخش عندكم. حقك يا ابني. وانا هاخد. يا استاذ محمود انا ما عدلش في حته ولا ويا عم بصيت على الحاج انا بقول لك اهو، انا المره دي كبرت لك، المره الجايه مش هكبر لحد. يا ابني خلاص حقك على راسي يا ابني، حقك على راسي يا حبيبي. احرق راسي يا عم عشان ترتاح. معلش يا ايه ابني. يا عم انتوا بتعرفوش احترام الجار ولا ايه؟ افرق يا عم الزفت ده. حاضر يا ابني. منك لله يا محمد. عاجبك كده جبت لنا الكلام؟ يا جد ايه؟ انا ما عملتش حاجه يا جد وساله. ما انا ما عملتش عملتش حاجة. حاجه زي كده. يا ابني الناس دي انا اعرفها من زمان وجيراني من زمان. أنا بص- هيتبلى عليك ليه يا حبيبي؟ وانا ما عملتش حاجه، انا ما عملتش حاجه. بص يا ابني قصر الكلام، انت تروح بيتكم ما تجيش هنا غير مع عمك يا اما مع ابوك. انت بتطردني يا ما جد تجيش عشان لوحدك خاطر الناس. تهيئني، ما اسمع الكلام، ما تنهدنيش، ما تسخرنيش وسط الناس. عيل من دور عيالي يهزقني يا ابني، مش قادر ارد عليه. منك لله يا محمد، خش يا ابني لم شنطتك وامشي. خش يا ابني ما تعبش قلبي يعني يا انت ابني. هتصدقهم كدبني؟ ماشي. ارن على ابوك. لا ما ترنش عليا. طب روح يا محمد. ماشي يا جد. منك لله.